السلام عليكم. ما فيش أقسى من أنك تشعر بالغربة وأنت في بلدك وبين أهلك وناسك. ما فيش أسوأ من أنك تتعرض للاحتقار والإهانة والشتيمة من أبناء بلدك، من أبناء جلدتك. تخيل معي الموقف التالي أنه يحصل معك، أنه يكون معك تاكسي ويكون هو مصدر دخلك الوحيد علشان تعيل أسرتك وأهلك وأطفالك، وتبكر في يوم من الأيام تدور مشوار، وبعد جهد جهيد ولف وتعب تحصل مشوار وتحصل بنت وامها يوقفوك ويقولوا لك على المشوار، وتبدأوا تتشارطوا على المبلغ. تقول لهم المشوار للمكان الفلاني ب 500 ريال، يقولوا لك لا ب 400 ريال. تختلفوا على المبلغ على 100 ريال، وكلمة تجر كلمة تدخلوا في خلاف سياسي، ولمجرد أنك اختلفت معاهم تتلقى الاحتقار والإهانة والشتيمة، لكنك طمعا في المبلغ هذا علشان أسرتك توافق عليه، وتقوم توصلهم، وطول الطريق وأنت تتعرض للشتيمة والإهانة، وكل ما تطمح إليه 400 ريال علشان تعيل أسرتك. وبعد ما توصلهم للمكان الفلاني ياخذوا الأفلاس ويرجموها على وجهك ونصات الطايح في الأرض، ويقولوا لك يا حقير هذا قدرك وزيدناك. وكل ردودك عليهم تكون باحترام طمعا في 400 ريال هذه، ويقوموا يصوروا سيارتك وينشروها ويطالبوا الجهات المختصة بضبطك، ويقوموا ينزلوا هذا الخبر كامل والتفصيل هذا باحتقار وعنجهية وضحك في الفيسبوك وتفاخر. هذا الموقف مش من وحي الخيال، هذا حصل اليوم في صنعاء. من متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ من متى؟ والآن صاحب التاكس هذا يعلم الله إيش حالته. يعني بسبب اختلاف سياسي يقوم يهينوا هكذا ويرموا الفلوس في وجهه. أقسم بالله أن أي فعل أو أي خطر يتعرض له سواق التاكس هذا أنه يمس كرامتنا وشرفنا اليمنيين كامل، وإذا سكتنا والله ما تقوم لنا قائمة. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا هو قهر الرجال الذي استعاذ منه الرسول. والله إن القلب يتفطر على موقف مثل هذا. وهذا هو الذي عناه البردوني رحمة الله عليه عندما قال يمانيون في المنفى ومنفيون في اليمن، عندما تكون منفي في بلدك. ورسالة إلى الذي فعلوا الموقف هذا مع صاحب التاكس: والله إنكم ما تمثلوا إلا أنفسكم وبيئتكم، وما تمثلوا اليمنيين، ولا يشرفنا أنكم تكونوا يمنيين. وصاحب التاكس حقك علينا إحنا اليمنيين، والله ما لك إلا ما يرضيك ويطيب خاطرك. وهؤلاء اللي طلعت باليوم ما همش اليمنيين. إذا تشي تعرف اليمنيين ادخل الهاشتاج وشوف كيف الناس متضامنين معك ومع قضيتك. والذي يعرفه بالله يتواصل معي، أو يعرف أي معلومات عنه من خلال رقم السيارة أو شيء يتواصل معي بالله. اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال. هذا الموضوع الذي كان في نفسي.